انتبه، إذا أتتك في هذه الأشياء التي بالأموال والملايين خدمة ويقال لك مجانية، والله لها قيمة، ليست مجانية. أي برنامج يأتيك خدمة مجانية والله له قيمة، وقيمتها ربما تكون عقيدتك وأمنك واجتماعك والمعلومات التي تنقلها والأشياء التي ترسلها. انتبه، فأصبح الآن كل شيء من خلال هذه الأجهزة، حمانا الله وإياكم، ما يمارس به إفساد العقائد وإفساد الأخلاق وإفساد السلوك وإفساد الأموال وإفساد البلدان وإفساد الأوطان وإفساد كل شيء، حتى الأسرة والمجتمع. إنها عزلت الأبناء عن أبنائهم، عزلت الأبناء عن آبائهم. كيف تفكك الأسرة؟ الأسرة أعظم لبنة، ومما تميز به مجتمعنا اللحمة الأسرية والاجتماعية، وما يتميز به تقارب الناس بعوائلهم وأسرهم. هذا يسبب فرقة اجتماعية، وإن سمي التواصل الاجتماعي فهو تواصل غير واقعي، تواصل في الخيال، فتجده متواصل مع أناس في الخيال، منعزل متفرق عن أناس في الحاضر معه، بل لو حتى كان في المجلس هو معهم منفصل ومع غيرهم متصل. هذا هدف يراد به أشياء، انتبه منها. ولذلك عندما يغرق أبناؤنا بهذه الأجهزة لا تظن أنك أفرحته، أضررت بدراسته، أضررت بفهمه، أضررت بسلوكه، تعلمه لقيم مجتمعه. هذه القيم العليا يريدون أن يهدموها حتى يفككوا الأسرة، وإذا تفككت الأسرة خلا لهم الأفراد، وإذا خلا انطبق القائل: ألا خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. قد تفرد به، والذئب لا يأكل من الغنم إلا القاصية، وذئبنا الشيطان. فانتبه، فأيضا ذئبنا أعداؤنا يريدون أن يفردوا الناس حتى يستغلوا بأفكاره. ألا تجد هذا الصغير قد انزوى، أو تلك الفتاة قد انزوت، إما في دارها أو في مكانها مع هذا الجهاز، هي مع